وصفتنا اليوم البانكيك. شوفوا شكله، يا سلام. شوف الطريقة. هنا عندي 3 بيضات، هفكيشهم وافصل البياض عن الصفار. مع الصفار اضيف ملعقة صغيرة فانيلا و4 ملاعق كبيرة دقيق. نزلتهم في مصفى. وهنا عندي الباكنج باودر، هضيف عليه ملعقة صغيرة. الملاعق اللي استخدمتها معيارية، وانخلهم مع بعض على البيض واخلطهم كويس لين يمتزجوا. هنا عندي 1.5 ملعقة حليب سائل لين اضبط قوام بهذا الشكل. بعد اخفق البياض لحاله لين يصير زي الغيمة، اضيف عليه 1.5 ملعقة سكر بودرة واكمل خفق. هنا عند البياض ضروري يكون بهذا الشكل، شايفين كيف؟ يكون مرة متماسك. اذا حسيتوه سائل اخفقوه مرة كويس لين يتماسك بهذا الشكل. بعد امزج الصفار مع البياض واصب بالتدريج، نزل نص الكمية وحرك. بعد اصب الخليط في كيس خاص للحلويات. هنا عند النار تكون هادية، من تسخن المقلة اضيف عليها الخليط، شايفين بهذه الطريقة. ونرجع نصب مرة ثانية لين نوصل للتوبنج المطلوب. انا احب التوبنج يكون متوسط مو مرة. اصبه بهذا الشكل وعلى نار هادية. ضروري اصب شوية موية عشان ابخر البانكيك، واغطي تقريبا 3 دقائق لكل وجه. بعدها بقلب على الوجه الثاني واغطي ل3 دقائق. هنا عندنا البانكيك صار جاهز. يا سلام، ضروري يرقص معاكم بهذا الشكل. بعدها نزين الطبق ونصب النوتيلا او اي شيء تحبوه، عسل، اي شيء. زين الطبق. يا سلام، كده عندنا البانكيك جاهز. باخذ قطعة وبالعافية.